السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي متابعي قناة ترندات حصرية. رد ياسمين عز على نيشان بعد ما وصفها بالحقارة. يلا بينا نشوف. أما عن القصة الكاملة لأزمة نيشان مع ياسمين عز، بدأت أزمة نيشان وياسمين عز وفقا لما رصده موقع تحيا مصر عندما كان الثنائي معا في منتدى الإعلام والذي أقيم في مدينة دبي، حيث ظل الحاضرين ومن بينهم نيشان في انتظار ياسمين عز لبدء المنتدى، ولكن لم يستطع نيشان الصبر وسخر من الإعلامية الشهيرة قائلا: وينها ياسمين؟ أكيد بتحضر لصوتها الشتوي، وكان ذلك في غيابها. ولم يكتفي نيشان بهذا الأمر، بل بدأ الندوة بدونها، وأكد أنه كان على علم بأنها لن تأتي، وهذا ليس بالأمر المهم، كما أنها ليست شخصية هامة للحديث عنها. واستكمل نيشان حديثه عن ياسمين عز على هامش منتدى الإعلام والذي أقيم في دبي أنه اسم كبير في مجال الإعلام، كما أنه محترف لمهنته، وأن تأخر ياسمين عز عن المنتدى قلة تقدير واحترام للمهنة والمنتدى، موضحا: أرفض تماما أن يحسك شخص من باب التفريح ويقول أنه بيعمل ترند ومش. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في ذلك الوقت فيديوهات ومنشورات تفيد محاولة ياسمين عز الاعتذار عن تأخرها لحضور هذا المنتدى، ولكن لم يقبل نيشان اعتذارها. وبعدما بدأت مقاطع الفيديو الذي يسخر بها نيشان من ياسمين عز تتسرب على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت ياسمين عز اتخاذها الإجراءات القانونية ضد نيشان، وستكتفي بهذا الأمر وأن ترد الإساءة بإساءة مثلما. من جانبه، أعلنت ياسمين عز في مساء أمس الخميس خلال حلقتها في برنامج كلام الناس كسب قضيتها ضد نيشان، وأنه تم القبض عليه الآن في دبي، ورغم محاولاته الكثير في الاعتذار إلا أنها رفضت وصممت على أخذ حقها منه. ولكن كانت الصدمة في تصريح نيشان والذي كتب على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر: وصلت دبي الآن لتصوير حلقة تلفزيونية غدا، الطقس ممتع في الداخل. أما عن رد ياسمين عز، كتبت رسالة نشرتها عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: انطلاقا من حرصي واحترامي لهذا المؤتمر الإعلامي الكبير، وانطلاقا من احترامي وتقديري لدولة الإمارات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع دعوى، وبناء عليه لن أقوم بالرد على إساءة هذا الشخص الذي افتعل هذه المشكلة وأساء لشخصي في غيبتي وبطريقة علنية وبشكل مرفوض أخلاقا وقانونا، وأنني سوف أوكل الرد للجهات القانونية المختصة داخل إمارة دبي، ثقة مني في قضائها الشامخ والعادل، وتعزيزا لدور القانون في ردع كل من تسول له نفسه الخوض في سمعة الأشخاص والتشهير بهم دون وجه حق. وليعلم الجميع أنني لا أنحدر لرد الإساءة بالإساءة، وإنما أترك الأمر للجهات هو ده كان الفيديو بتاعنا وكل ما دار ما بين ياسمين عز ونيشان. ياريت يا جماعة عمل لايك أو إعجاب للفيديو واشتراك في القناة. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم.